السلام عليكم. من النهاردة هنبدأ الشيطان بالدعاء ما الرجيم. ضاقت إلا بما بسم فرجت، الله وهنبتدي الرحمن نعمل السبانخ الرحيم. ونشوف معانا. في هنجيب حلة على قلوبهم النار مرض ونحط كما العادة فزادهم الله زبدة وزيت مرضا ولهم ونسيبهم عذاب لغاية ما أليم يقدحوا بما كانوا زي ما انتوا شايفين يكذبون. كده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بنكمل مع قالوا بعض. إنما نحن زبدة حطيتها، مصلحون. معلقتين زبدة. ألا لو تزودي الزبدة إنهم هيبقى هم شيء جميل من المفسدون عندك، وهنحط ولكن لا كمان شوية يشعرون. زيت. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن هنسيبهم لغاية الناس ما يقدحوا قالوا معايا على أنؤمن النار. كما آمن السفهاء ألا إنهم هم بعد السفهاء كده هنروح ولكن لا حاطين يعلمون. بصلة وإذا لقوا مبشورة الذين علشان آمنوا نبدأ نسبك قالوا آمنا. وإذا الطماطم خلوا إلى شياطينهم على النار، والدمعة قالوا اللي هي إنا بنستخدمها معكم علشان نحط فيها قالوا السبانخ. إنا معكم بنجيب بصلة واحدة إنما نحن مبشورة مستهزئون. الله وبنحطها على يستهزئ الزبدة بهم والزيت، ويمدهم في وبنستنى طغيانهم لغاية ما يعمهون. تقدح. لغاية أولئك ما تقدح الذين أو اشتروا تدبل الضلالة البصلة بالهدى مع فما ربحت السمنة تجارتهم والزيت. وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بقعد فلما اقلب فيها واستنى أضاءت ما دبلان حوله البصلة معايا تدبل دبلان بسيط، مش لازم اوصل بيها ذهب لدرجة الله الاحمرار، بنورهم بس بيكفي ذهب ان هي الله تدبل بنورهم معايا دبلان وتركهم في بسيط ظلمات وظريف لا جدا. يبصرون. صم بكم بعد عمي كده هنحط فهم لا شوية يرجعون. أو كصيب من معلقتين يعني توم، السماء فيه ظلمات وهسيب كمان شوية توم معايا ورعد هستخدمهم قدام، يجعلون فبحط معلقتين أصابعهم توم وهسيب كمان في شوية توم آذانهم من هستخدمهم الصواعق قدام، لان انا حذر مش الموت بحط فصوص والله التوم كلها محيط مرة واحدة على بالكافرين. ال يكاد البرق يخطف على أبصارهم البصل. كلما لا، انا بحط يعني أضاء لهم مشوا معلقة فيه او معلقتين توم، وإذا أظلم وبعيد عليهم استخدام التوم قاموا. مرة تانية ولو مع البصل. شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على بنكمل كل عملية شيء قدير. يا القدح أيها الناس والدبلان. اعبدوا أول ربكم ما الذي بتدبل خلقكم البصلة مع والذين من التومة زي ما قبلكم هو موضح لعلكم قصادكم بالصورة، تتقون. الذي جعل ببدأ لكم الأرض أنزل فراشا بالطماطم المضروبة بتاعتي. والسماء عصير بناء الطماطم المضروب وأنزل بتاعي من السماء بكون ضرب حوالي من ماء 6 ل7 فأخرج به من طماطميات، الثمرات بنزل رزقا عليها لكم مرة واحدة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في وببتدي ريب استنى مما لغاية ما نزلنا على تتسبك. عبدنا فأتوا بسورة ابتدي من اسيبها لغاية ما مثله تتسبك تسبيك خفيف. وادعوا شهداءكم من بسيبها دون على النار الله لغاية ما إن تتسبك، كنتم ويعني أنا صادقين. بضيف فإن شوية لم المية تفعلوا الأخيرة ولن تفعلوا علشان فاتقوا النار التي يعني وقودها أخرج بواقي الناس الطماطم. والحجارة أعدت بخرج بواقي الطماطم للكافرين. علشان وبشر أحطها على الذين التسبيكة آمنوا وعملوا بتاعتي. الصالحات أن لهم بكمل بسيبها على جنات النار، نار هادية أن أو لهم متوسطة جنات لغاية ما تتسبك تجري من قصادي كده. تحتها مجرد الأنهار التسبيك كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم بمجرد فيها التسبيك أزواج مطهرة وهم بروح فيها حاطة خالدون. الشوربة إن بتاعتي الله لا علشان أبدأ أعمل يستحيي الدمعة أن اللي هسقط يضرب فيها مثلا ما بعوضة فما السبانخ بتاعتي. فوقها السبانخ بكون فأما مقطعاها الذين مع آمنوا السلق فيعلمون مع أنه الشبت الحق من ربهم. والكزبرة. وأما ده بيبقى الذين الخضار كفروا بتاعي، بقطع شبت فيقولون كزبرة ماذا سبانخ سلق، أراد الله بقطعهم كده بهذا كلهم مرة مثلا واحدة. يضل به والورق ده كثيرا كله ما خافش منه ويهدي لأنه به هينزل معايا في كثيرا الحل. وما يضل به إلا الفاسقين. ببتدي أدوب أنا الذين عندي ينقضون عهد الله من بعد الشوربة ميثاقه بتاعتي اللي أنا كنت حافظاها في ويقطعون التلاجة، ما فبدوبها. أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض فبدوبها بالمنظر ده أولئك هم واستنى الخاسرون.
لغاية ما تدوب معايا، وبتبتدي الدمعة تتقل وتكبر معايا بشوية بشوية، ثم يميتكم وهفضل ماشية ثم بالمنظر ده. يحييكم ثم إليه آه ترجعون هو الذي خلق بسيبها لكم على ما في النار الأرض لغاية جميعا ما ثم استوى إلى الدمعة بتاعتي تبتدي تتكون وتبقى ظريفة جدا. إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم بسيبها على وإذ النار قال المتوسطة ربك كما هي للملائكة الآن. إني جاعل برجع في الأرض بعد خليفة شوية أبتدي أبهر قالوا الدمعة أتجعل فيها بتاعتي من بشوية يفسد فلفل فيها أسود، ويسفك الدماء شوية فلفل أسود وشوية ونحن نسبح ملح، شوية بحمدك فلفل أسود ونقدس لك شوية ملح. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم طبعا آدم الفلفل الأسود بيجي الأسماء معاه كلها الملح ثم فورا. عرضهم على الملائكة فلفل أسود فقال بيجي معاه الملح أنبئوني فورا. بأسماء هؤلاء إن كنتم ببتدي صادقين أكمل قالوا التقليب، سبحانك بقلبهم لا مع بعض علم علشان لنا البهارات إلا ما تدخل علمتنا جوه الدمعة. إنك أنت بجيب العليم السبانخ الحكيم بتاعتي اللي قال هي مع الخضرة زي ما قلت، يا آدم الشبت والكزبرة، أنبئهم وضروري يكون معاها السلق. بأسمائهم وابتدي بنزل بيها كلها مرة فلما واحدة في الحلة أنبأهم بتاعتي، ما خافش لأنه بأسمائهم السبانخ قال بتهبط ألم معايا أقل لكم جوه الحل، إني أعلم غيب بتبتدي تهبط معايا السماوات جوه الحلة والأرض وبتبتدي تقل. وأعلم ما ف تبدون وأعلم ما يعني تبدون هي وما ورقتها ذاتها كنتم بتبتدي تكتمون تقل، يعني وإذ ما قلنا ما نخافش منها، يعني هي للملائكة هتلاقيها اسجدوا هبطت لآدم وتبان كتيرة فسجدوا جدا، لكن في النهاية إلا هتنزل إبليس تلاقيها أبى حاجات واستكبر بسيطة جدا وكان من مع الكافرين التسوية وقلنا بتاعتها. يا آدم فبنزل بيها اسكن كلها مرة أنت واحدة على وزوجك الحلة. الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما بكمل الشيطان عنها التسوية بتاعتي، فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببتدي لبعض أقلب عدو ولكم مرة في واحدة، الأرض مستقر ومتاع إلى حين ابتدي فتلقى اقلب مرة واحدة، آدم من ربه كلمات فتاب ومخلي عليه الحلة إنه هو يتداخل التواب جواها السبانخ الرحيم مع قلنا الخضرة زي ما انتوا اهبطوا شايفين، منها وانا بقلب جميعا علشان تتداخل فإما السبانخ مع الخضرة مع يأتينكم مني هدى الدمعة بتاعتي، فمن بتبتدي تبع تهبط هداي زي ما فلا قلت لكم. خوف عليهم فما نخافش منها فلا ابدا، خوف تبان كتيرة جدا عليهم في الاول ولا هم لكنها مع الوقت بتنزل يحزنون وبتهبط وبتقل. والذين كفروا بحط وكذبوا شوية بآياتنا نص كوباية رز، أولئك بحطهم أصحاب فوق النار هم فيها السبانخ بتاعتي قبل ما تتسوى. خالدون قبل ما يا تتسوى معايا بروح بني حطاهم نازلة بيهم، إسرائيل اذكروا نازلة بالرز نعمتي على التي السبانخ أنعمت والدمعة عليكم بتاعتي. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا وابتدي بما أنزلت وابتدي مصدقا لما أقلب معكم ولا ابتدي تكونوا أقلب أول السبانخ كافر به مع ولا تشتروا الرز بآياتي بتاعي. ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين زي ما انتوا شايفين هبتدي اقلب السبانخ مع الرز بتاعي، علشان طبعا السبانخ اساسي معاها الرز، واسيبها على النار كمان لغاية ما تتسوى. اديني بقلب زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اسيبها على النار لغاية ما تبتدي تتسوى. النار ببتدي بقى هنا اهديها شوية علشان الدنيا ما تتحرقش مني. وفي الاخر انا بقعد اقلب فيها علشان الطعم يبقى كويس. هنشوف شكلها في الاخر، هتلاقي الدمعة طلعت فوق السبانخ. زي ما قلت لكم السبانخ بتقل كتير جدا جدا في الاخر، فالدمعة بتكون طلع على الوش بتاع السبانخ لانها قلت جامد قوي في الاخر. بعدين هبدأ أعمل التقلية بتاعتي. أنا هنا بعمل السبانخ بالتقلية شبه الملوخية.
الملوخية تقريبا. فالسبانخ أنا بعمل ليها تقلية برضو شبه الملوخية تقريبا، بس بمجرد ما يعني توصل تقريبا معايا لدرجة السوا بروح جايبة الطاسة بتاعتي وابتدي أعمل التقلية. بدوق برضو وبتأكد من الطعم إنه يبقى كويس. بجيب الطاسة بتاعتي وبحط معلقتين سمن. يفضل السمن يكون بلدي زي ما قلت، لأن التقلية بتكون أحلى كتير جدا مع السمن. وببتدي أسيب السمنة لغاية ما تدوب. معايا. وهجيب باقي الثوم بتاعي، هو ثوم كتير، وبروح عاملة معاه الكزبرة. بحط يعني معلقتين كبار كزبرة زي ما انتوا شايفين، وبقلبها مع الثوم زي ما انتوا شايفين كده. بمجرد ما الريحة بتاعة التقلية تطلع بروح طشة التقلية على طول على السبانخ. زي ما قلت هي يعني حركة بسيطة بحطها في الآخر علشان تدي طعم للسبانخ جميل جدا جدا. وبروح برضو منزلة جزء من السبانخ في الطاسة بتاعتي علشان ببتدي بقى أخرج كل مكونات التقلية الباقية عندي في الطاسة علشان تاخدها وتشربها السبانخ بالكامل. التقلية في الآخر بتدي طعم جميل وظريف للسبانخ. دلوقتي أنا بقلب السبانخ مع التقلية زي ما انتوا شايفين كده اهو. والمفترض انه هنبتدي ناخد جزء من السبانخ ونحطها في الطاسة علشان نخرج الباقي او بواقي التقلية، وبنروح حاطينها على السبانخ. زي ما احنا بنتفرج اهو. دلوقتي هبتدي انزل السبانخ، هنزل التقلية بتاعتي، بواقي التقلية بتاعتي على السبانخ بنفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها مع الملوخية. وابتدي اطش البواقي دي كلها على باقي السبانخ بتاعتي. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اديني بشوف اهو. إن الذين آمنوا والذين هادوا بروح حاطة الباقي عندي كده. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هبدأ أغرف الطبق بتاعي النهائي وأوريكم شكله في الآخر هيبقى عامل إزاي. أنا بغرف دلوقتي وهنشوف الطبق النهائي. كنت معاكم نشوف حكاية. عرف المصريون القدماء أكثر من 40 نوع من الخبز، وكانت هناك أرغفة مستطيلة الشكل، وأخرى مستديرة، وأخرى مسطحة، وأخرى مثلثة، بل كانت هناك أيضا أرغفة على شكل إنسان أو حيوان. وعرف المصريون أنواع الخبز من الصغير إلى الكبير إلى المتوسط، وكذلك الأرغفة المثلثة التي كانت تصنع من أفضل أنواع الدقيق، وكانت تقدم كقرابين للمعبودات المصرية القديمة. كانوا صانعو الخبز في مصر القديمة فئة مهمة من فئات العمال الأخرى داخل البلاد. وكانت صناعة الخبز تتضمن مراحل عديدة من تنقيط ودج وغربلة ودحر وطحن ونخل وعجن وتشكيل أرغفة وتسوية الخبز. ولذلك كانت أعمال صناعة الخبز توزع بشكل جماعي، فكان عدد العمال
الخبز يتراوح بين حوالي 3 عمال إلى 10 عمال، وكان نصيب النساء من هذا العمل أكبر من الرجال. وفي الصعيد يوجد العيش الشمسي والذي يصنع من دقيق القمح بعد طحنه وغربلته بغربال السبيب، ثم عجنه بالماجور المصنوع من الفخار، وبعد إضافة الخميرة إليه يقطع ويوضع كل قطاع على دورة مصنوعة من الزيت، ويتم شد الرغيف داخل الفرن بحركة سريعة وخاطفة ليوضع على خصر حتى يبرد الخبز، ثم يتم استخدامه في إطعام الناس وإطعام العمال. دي كانت حكايتنا عن الخبز في مصر، وليه أشكال وأنواع كتير في مصر تتعدى 40 نوع، موروثة معظمها من الأيام القديمة، من أيام مصر الفرعونية القديمة. أشهرها العيش الشمسي في الصعيد، والذي لا زال يصنع حتى يومنا هذا كأشهر أنواع العيش الموجودة في مصر من صعيد مصر.